الفيلم بوب ومارك وهم رايحين يتقابلوا مع باولو رئيس العصابة اللي هم بيشتغلوا معاه، وبنعرف انهم اصدقاء من فترة قليلة لكن تصرفاتهم متشابهة وبيشتغلوا في كل حاجة غير مشروعة، سواء مخدرات او تهريب او اي حاجة ممكن تجيب لهم فلوس. وبيدخل بوب وبيتكلم مع باولو علشان يتفق معاه على المخدرات اللي هياخدها منه ويبيعها، لكن اتفاجئ بباولو وهو بيتكلم معاه بطريقة غريبة وكأنه شاكك فيه. وهنا بصله بوب باستغراب علشان هما بيشتغلوا مع بعض بقالهم فترة كبيرة، واكيد لو كان ناوي يعمل حاجة كان عملها من زمان. واطمن باولو لما سمع كلامه وعرفه ان المخدرات هتبقى عنده خلال اسبوع. وبيكون مارك ساعتها موجود في المزرعة بتاعت باولو بره البيت ومستني بوب لحد ما يخلص المقابلة معاه. ولما بيخرج بوب بيركبوا الاتنين العربية وبيخرجوا بيها من المزرعة بتاعت باولو، وبيتكلم بوب مع مارك وبيعرفه ان باولو عنده مزرعة للحيوانات علشان يداري بيها شغله في المخدرات. وفهموا مارك انه بيراقبه من فترة، وعرف انه بيحط كل فلوسه بتاعت شغله في المخدرات في البنك اللي موجود في المدينة. ومع الوقت قدر يعرف ان فلوسه في البنك حوالي 3 مليون دولار، واقترح عليه انهم يسرقوا البنك من غير ما حد يعرف ان هم اللي سرقوه، وهيبقى معاهم ثروة كبيرة يقدروا يعملوا بيها اللي هم عاوزينه. واتفق معاه بوب في الكلام، لكن فهمه ان لو تعرف ان هم اللي سرقوا البنك فساعتها باولو مش هيسيب حد منهم عايش. وفي وسط الكلام بتوقفهم الشرطة اللي على الطريق علشان تشوف أوراقهم، واتفاجئوا ساعتها بعدد كبير من رجال الشرطة وهم واقفين قدامهم ومصوبين عليهم الأسلحة. وبنشوف بعدها الشرطية صوفيا وهي بتحقق مع مارك علشان تفهم منه طبيعة شغله مع باولو، لأنهم لما كانوا بيراقبوه شافوهم وهم خارجين من المزرعة بتاعته. لكن مارك خد الموضوع باستهزاء واتكلم معاها وهو مش خايف، وعرفها انه كان بيوصل شغل ليه خاص بالاكل بتاع الحيوانات اللي موجوده في المزرعه. وبتسيبه بعدها صوفيا وبتروح للمكتب التاني علشان تحقق مع بوب. وهنا بنكتشف ان بوب بيشتغل ضابط سري في شرطه مكافحه المخدرات، ومتخفي من فتره كبيره، ومعروف على انه راجل عصابات علشان يقبض على باولو متلبس ويقدر يجيب الادله الكافيه اللي تثبت انه فعلا بيتاجر في المخدرات. وساعتها بوب اقترح على صوفيا والرئيس بتاعه انه يسرق البنك زي ما مارك قال له، وعرفهم الميعاد اللي هيسرقوا فيه وكل حاجه علشان يقبضوا عليهم اول ما يخرجوا من البنك، ويقدروا عن طريق الفلوس بتاعت باولو اللي سرقوها يثبتوا انه بيتهرب من الضرايب، ويسالوا جاب الفلوس الكتير دي منين، وهتبقى دليل قوي ضده على انه بيتاجر في المخدرات. ووافقوا كلهم على الخطه واتفقوا على كده. وساعتها الشرطه بتسيب بوب ومارك يمشوا في سلام على اساس ان مفيش اي دليل ضدهم، وبيمشوا بعدها بالعربية وبيروحوا ناحية البنك وبيراقبوا كل الطريق بتاعه. وبيفهموا ان اللي ممكن يكون عقبة بالنسبة لهم ساعتها حاجتين: المطعم اللي قدام البنك واللي بيبقى دايما زحمة وهيكون في ناس كتير وقت السرقة وده مش هيكون في صالحهم وهم خارجين من البنك، والمكتب بتاع الشرطة اللي قدام البنك هو كمان هيكون عقبة بالنسبة لهم رغم ان بيبقى موجود فيه عدد قليل من رجال الشرطة. وقبل السرقة بأسبوع بيدخلوا المطعم اللي قدام البنك وبيقدروا بذكاء ومن غير ما حد يشك فيهم انهم يحرقوا المطعم كله علشان يبقوا تخلصوا من اول عقبة هتقف في طريقهم. وفي نفس اليوم بالليل بيتقابل مارك مع مجموعة من قوات البحرية بتاعة الجيش، وبنكتشف ان هو كمان ضابط متخفي لكن في الجيش، وكان القائد بتاعه هو اللي مخليه يعمل كل ده بهدف انهم بكده بيحافظوا على سلامة البلد وبينظفوها من تجار المخدرات اللي بتدمر في البلد. وهو برضو اللي طلب منه يسرق البنك وياخد من هناك ال3 مليون بتوع باولو علشان يستفادوا من الفلوس دي في الجيش ويقبضوا على باولو ويقدروا يثبتوا فساده. وفهموا مارك ان المهمة قربت تنتهي وانهم هيسرقوا البنك بعد اسبوع، وبيفرح القائد بتاعه من الخبر وبيعرفوا انه هيترقى بسبب المهمة دي. وبعد اسبوع بيروحوا الاتنين بالعربية وبيقفوا قدام البنك وبيدخلوا مكتب الشرطة اللي قدامه وبيصوبوا المسدسات على رجال الشرطة اللي هناك وبيحبسوهم مع المساجين علشان محدش منهم يقدر يقف عقبة قدامهم. وبعدها بيروحوا البنك وبيدخلوه بكل ثقة وهم لابسين ماسكات علشان محدش يتعرف عليهم، وبيقولوا للناس كلها تنزل على الأرض وإن اللي هيعمل أي تصرف متهور هيقتلوه. وبيقف بوب مع الناس وبيدخل مارك الخزنة بتاعة البنك وبيحط فيها متفجرات كتير علشان يفجر كل الصناديق اللي فيها، وتفاجئ بان الفلوس اللي موجودة في البنك اكتر بكتير من 3 مليون. ولما بيقول لبوب بيستغرب هو كمان، لكن بيقول له يجيب كل الفلوس اللي موجودة ويخرج بيها بسرعة. وبيخرجوا بعدها الاتنين من البنك ومعاهم فلوس كتير جدا،
وبيستغرب بوب ساعتها ان مفيش اي حد من الشرطة كان موجود علشان يقبض عليهم زي ما كان مخطط مع صوفيا والرئيس بتاعه، وقرر يتصرف في الموضوع بنفسه ويقبض على مارك ويرجع الفلوس للشرطة. ولما خرجوا من المنطقة كلها راحوا لمكان امان وسط الصحراء، واتكلم بوب مع مارك وهو مصدوم من الفلوس الكتير اللي لقوها في البنك، وفهموا مارك ان الفلوس دي هتبقى خطر عليهم علشان اصحابها اكيد هيطردوهم لاخر حياتهم. وحاول بوب ساعتها يطلع المسدس بتاعه علشان يقبض على مارك، لكن مارك كان اسرع منه وصوب عليه المسدس اول ما حس بخطر من ناحيته، علشان رغم انه بيحب بوب لكن مهمته في الجيش كانت انه يرجع كل الفلوس اللي سرقها من البنك. وضرب بوب رصاصة في كتفه، وأول ما وقع على الأرض اتكلم معاه بسرعة وفهمه إنها إصابة سطحية، وإنه ضربه بس علشان يضمن إنه مش هيطارده لما يمشي بالفلوس. واتصدم ساعتها أول ما شاف الشارة بتاعة الشرطة وهي في إيد بوب، وعرف إنه بيشتغل في مكافحة المخدرات، واتضايق جدا علشان فهم إنه كان بيلعب بيه طول الفترة اللي فاتت، وسابه في وسط الصحراء لوحده ومشي لوحده بالعربية ومعاه كل الفلوس. وفي الوقت ده بنشوف بيل، واللي كان يعتبر هو صاحب الملايين الكتير اللي لقوها في البنك، وهو نفسه اللي كان بيبعت المخدرات لباولو، يعني من الآخر هو الراس الكبيرة في تجارة المخدرات في البلد. وصادف ان هو كمان كان شايل كل فلوسه في البنك زي باولو، وبيقعد في البنك مع المدير بتاعه وبيحاول يعرف منه مين اللي سرق البنك والفلوس بتاعته راحت فين. ولما المدير قال له انه ما يعرفش اي حاجة عن الناس اللي سرقت البنك، اتضايق بيل جدا وفضل يعذب فيه علشان يقول اي حاجة. ولما فهم انه فعلا ما يعرفش حاجة خرج من البنك وهو متعصب، واتكلم مع رجال الشرطة وقال لهم انه مستعد يحرق المدينة باللي فيها لو الفلوس بتاعته ما رجعتش. لكن رجال الشرطة حاولت تهديه علشان عارفين انه راجل خطير وهيبقى صعب عليهم يدخلوا في حرب معاه. وبيكون مارك ساعتها موجود مع القائد بتاعه في الجيش بعد ما رجع لهم كل الفلوس اللي سرقها، واللي اكتشفوا انها 43 مليون دولار، وبيحكي لهم على اللي حصل معاه، وانه اكتشف ان صديقه بوب بيبقى ضابط في مكافحة المخدرات. واتصدم القائد بتاعه من الخبر وفهمه انه كان لازم يقتله علشان ما يورطهوش في اي حاجة بعدين. لكن مارك عرفه انه ضرب رصاصة في كتفه علشان كان شايف ان قتله ممكن يورطهم اكتر، وخصوصا ان الشرطة اكيد عارفة كل حاجة عن السرقة. لكن الضابط مش بيقتنع بكلامه وبيطلب منه يجي معاهم للمكان اللي هو ضرب فيه بوب بالنار علشان يشوفوا هيعملوا ايه معاه. وبيروحوا بعدها فعلا للمكان، ولما مش بيلاقوا جثته بيعرفوا انه هرب. وبيقرر القائد ساعتها يتخلص من مارك علشان ما يبقاش فيه اي دليل ضدهم على السرقة، وبيهجم عليه هو وبقية افراد الجيش. لكن مارك كان اسرع منهم وقدر يضرب 2 منهم ويهرب بسرعة من قدامهم، وفضلوا كلهم يطاردوه في وسط الصحراء. لكن مارك كان بيتابع تحركاتهم وبيظهر لكل واحد فيهم لوحده وبيتغلب عليه. وبعدها بيروح لواحد فيهم من تحت العربية وبيصوب عليه المسدس وبياخد منه مفاتيح العربية وبيضربه، وبيرمي المفاتيح بتاعة العربية التانية علشان محدش يطارده طول الطريق. وحاولوا يضربوا عليه نار لكن مش بيحصل له حاجة، وبيهرب من المكان كله بعيد عنهم. وفي نفس الوقت ده بيروح بوب علشان يتكلم مع صوفيا ويسألها ليه ما كانتش موجودة مع القوات وهم خارجين من البنك. وعرفته صوفيا انهم فعلا راحوا للبنك لكن بعد السرقة، علشان هو راح البنك بدري جدا بعكس توقعاتهم. وفهمته انه كان لازم يسيطر على الموقف ويطلع الشارة بتاعت الشرطة بتاعته ويقبض على مارك. وقال لها بوب انه عمل كده فعلا، لكن مارك كان اسرع منه وضربه بالرصاص وسابه في وسط الصحراء وهرب بالفلوس. واتضايقت صوفيا جدا من الخبر، وعرفها بوب انه هيروح للشقة بتاعت مارك علشان يشوف اي حاجة ممكن يعرف بيها مكانه وهيبلغها باللي بيحصل. وبيتوافق صوفيا على كلامه وبيسيبها بوب وبيمشي. واول ما بيوصل بوب لبيت مارك بيتفاجئ بيه وهو بيكلمه على التليفون بتاع البيت، وبيقول له يرد على التليفون علشان يقدر يتكلم معاه هو كمان. واستغرب بوب من الموقف وافتكر ان مارك موجود في البيت وبيتابع تحركاته، لكن بوب بيعرفه انه لو كان عاوز يقتله كان قتله قبل ما يدخل المبنى اصلا. وفهم ساعتها ان مارك موجود خارج المبنى وشافه فعلا على سطح المبنى اللي قدامه، وعرف انه بيبص عليه من المنظار بتاع بندقية القنص اللي معاه. ولما شاف البندقية اللي معاه فهم انه ضابط في الجيش وان هو كمان مش مجرد راجل عصابات، وسأله ليه جندي في الجيش بيشارك في سرقة بنك. واتكلم معاه مارك وحاول يعرف منه لما هو شرطي فعلا ليه جاي البيت لوحده من غير قوات علشان تساعده في اقتحام البيت. واتكلموا الاتنين مع بعض وكأنهم بيعرفوا بعض لأول مرة. وفي وسط الكلام بيشوف مارك زمايله في الجيش وهم نازلين من عربية في الشارع وطالعين بيته علشان يقتلوه. واتكلم ساعتها مع بوب وحذره منهم وطلب منه يقفل التليفون بتاع البيت علشان محدش منهم يسمع الكلام اللي بينهم.
وبيقفل بوب المكالمة وبيستخبى في البيت وبيستعد للحرب معاهم. وأول ما بيدخلوا البيت بيضرب عليهم مارك بالقناصة اللي معاه وبيصوب على أكبر عدد منهم علشان بوب يقدر يهرب. وأول ما بيتأكد إن بوب فعلا خرج من المبنى بيهرب هو كمان من سطح المبنى اللي قدامهم وبيمشي بسرعة من المكان. وتاني يوم بيروح بوب لباولو وبيصوب عليه المسدس علشان يعرف منه ايه مصدر الفلوس اللي هم سرقوها وبتاعت مين علشان كل المصايب دي تحصل. لكن وهو بيتكلم معاه بيتفاجئ بمارك وهو جاي بسرعة بالعربية وبيخبط بيها المساعد بتاع باولو وبينزل من العربية وبيقبض على باولو وبيحطه في شنطة العربية علشان يفهم هو كمان ايه اللي بيحصل والفلوس اللي سرقوها بتاعت مين. لكن بيصوب بوب عليه المسدس وبيقول له انه مش هيسيبه يمشي بعد كل اللي عمله معاه. وبيقوم ساعتها المساعد بتاع باولو وبيضرب عليهم نار وبيهربوا الاتنين بسرعة بالعربيات من المكان وبيطاردوا بعض علشان كل واحد فيهم كان عاوز ياخد باولو ويفهم منه ايه اللي بيحصل. وبعد مطاردة استمرت لطريق طويل بيقفوا الاتنين بالعربية وبيدخلوا في قتال مع بعض وبعدها بيستسلموا وبيتكلموا بالعقل وبيعرف كل واحد فيهم وظيفة التاني قبل ما يدخلوا المهمة دي وبيقرروا انهم يتعاونوا مع بعض مرة تانية لحد ما تنتهي المشكلة اللي حصلت ويرجع كل واحد فيهم لشغله من غير اي مشاكل. وبيروحوا الاتنين لبيت بوب وبيتكلموا مع باولو وهم رابطينه في الكرسي قدامهم وبيعرفوا منه ان الفلوس دي بتاعت بيل واللي يعتبر اكبر تاجر مخدرات في البلد كلها وواحد من الناس اللي تخاف تعمل مشكلة معاهم. وبيفهموا الاتنين ان الموضوع بقى اكبر منهم وبيتصل بوب بصوفيا علشان تيجي وتساعدهم. ولما بتيجي وبتعرف اللي حصل معاهم بتستغرب جدا ان المهمة اللي كانت تعتبر بسيطة اتحولت لأكبر عملية سرقة بنك في البلد بسبب المبلغ الكبير اللي هم سرقوه. واتفاجئوا كلهم ساعتها بزمايل مارك في الجيش وهم بيهجموا على البيت من كل مكان وقدروا يهربوا من هناك بصعوبة وسابوا باولو في البيت لوحده. ورغم ان باولو ما كانش يعرف ان هم اللي سرقوا البنك لكن بعد كلامهم معاه عرف كل حاجة وقدر يهرب هو كمان من بيت بوب وراح بسرعة مع رجالته وهجموا على بوب ومارك بالعربيات وقدروا يقبضوا عليهم بكل سهولة بسبب عددهم الكبير. ولما خرجوهم من العربية لاحظ بوب ان صوفيا مش موجودة وفهم انها هربت قبل ما رجالة باولو يقبضوا عليهم. وبياخدهم باولو وبيعلقهم من رجلهم في السقف وبيفضل يضرب فيهم علشان يعترفوا على مكان الفلوس. لكن مع الوقت بيفهم ان الفلوس فعلا مش معاهم وبيقرر يسيبهم يمشوا وعرفهم ان في خلال اسبوع لو الفلوس ما بقتش عنده فساعتها هيقتلهم من غير رحمة. وبيوافقوا الاتنين على كلامه وبيمشوا من عنده وبيروحوا للمقر بتاع الجيش اللي كان بيشتغل فيه مارك علشان يتكلم مع قائد الجيش بنفسه ويقول له على كل حاجة حصلت معاه وان القائد بتاعه عاوز يقتله علشان مهمة سرية كان بينفذها للجيش. وبيروحوا المقر فعلا وبيدخل مارك للقائد بتاع الجيش وبيتكلم معاه وبيحكي له على كل حاجة حصلت معاه. واتفاجئ بالقائد وهو بيقول له ان مفيش اي مهمة سرية كانت بتتم وان سرقة البنك مخالفة للقانون. وفهم ساعتها ان القائد بتاعه كان بيخدعه علشان يخليه يسرق البنك وياخد الفلوس كلها لصالحه. وكان بوب ساعتها هو كمان في المقر بتاع الجيش وبيدخل الأوضة بتاعة القائد بتاع مارك على أمل إنه يلاقي أي حاجة ممكن توصلهم للفلوس. وساعتها شاف القائد بتاع مارك وصوب عليه المسدس وهدده بالقتل لو ما اعترفش على مكان الفلوس. لكن بيدخل واحد من الجنود الأوضة ولما شاف اللي بيحصل ضرب عليه نار وساعتها هرب بوب من قدامهم وخرج بسرعة من المكان ولبس لبس الضباط وخرج من هناك على إنه واحد منهم. وبيروح بعدها للبيت بتاع القائد بتاع مارك وبيفتش في كل مكان على امل انه يلاقي الفلوس وفعلا بيلاقيها تحت السرير. وبيقعد ساعتها وبيفكر هيعمل ايه في الناس اللي بتطاردهم وبيقرر يخلص منهم كلهم في وقت واحد. وتاني يوم بيروح مارك البيت باولو وبيفهموا ان الفلوس كلها معاه في صندوق العربية لكن المشكلة اللي هتقف قدامهم هو القائد بتاعه في الجيش. واستغرب باولو من كلامه واتفاجئ بقذيفة وهي بتضرب العربية اللي وراه وبتفجرها. وبيكتشف باولو ان القائد بتاع مارك هو اللي ضرب عليهم القذيفة ومحاصر المكان كله من بعيد. وهنا بنعرف ان بوب كلم كل الناس اللي كانت عاوزة تاخد الفلوس علشان يجمعهم في مكان واحد. وفعلا بيجي بعدها بيل وبيكون معاه مروحية وبيضرب عليهم نار من فوق وبعدها بينزل ومع رجالته علشان ياخد الفلوس هو كمان. وبيتكلم مع مارك وبيطلب منه يفتح صندوق العربية ويسلمهم الفلوس. وبيفتح مارك صندوق العربية لكن بيتفاجئوا ان الفلوس مش موجودة معاه وانه كان بيكذب عليهم. وبيشوفوا بعدها بوب وهو جاي عليهم بالعربية بتاعته وبيدخل المزرعة بتاعت باولو وبيفتح صندوق العربية قدامهم وبيفرحوا كلهم اول ما بيشوفوا الفلوس
لكن بوب بيدي مفتاح العربية لبيل علشان كان عارف انه هو الوحيد اللي يقدر يسيبهم عايشين مقابل الفلوس، وفعلا بيسيبهم يمشوا وهو فرحان علشان اخيرا الفلوس رجعت له من تاني. واول ما بيبعد بوب عن العربية بيضغط على ريموت الكنترول اللي معاه وبيفجر العربية اللي فيها الفلوس، وبيقف هو ومارك وسطهم وبيضربوا عليهم نار من كل مكان وبيقتلوا عدد كبير منهم، وبيتحول المكان كله لساحة حرب، وكل العصابات كانت بتضرب على بعض نار وهم متضايقين علشان خسروا الفلوس في النهاية. لكن بيقدر بوب ومارك بصعوبة انهم يخرجوا من المكان بعد ما اتقتل كل الناس اللي موجودين فيه، وبيروحوا بعدها المطعم وبيتكلموا مع بعض وهم فرحانين علشان خرجوا من الحرب عايشين رغم انهم خسروا الفلوس. لكن بيتفاجئ مارك لما بيقول لبوب ان العربية ما كانش فيها 43 مليون كلهم، وعرفوا انه خد منهم 2 مليون كجايزة ليهم بعد كل اللي حصل معاهم في المهمة. وبكده يكون فيلمنا خلص. لو عجبك فيلمنا النهارده ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات. اشوفكم الحلقة الجاية. سلام.